بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة أم النور. هنحكي مع بعض معجزة جميلة جدا وهي بعنوان الطاغية المتجبر يؤمن ويستشهد. الحكاية بتقول كان في والي شرير قوي اسمه إريانوس. الوالي ده هو اللي كان بيخترع وسائل حديثة جدا في تعذيب المسيحيين، وأثناء ما كان بيعذب الشهيد فيليمون كان بيرمي رشاشات من السهام الصغيرة في كل أجزاء جسمه. فجه سهم صغير وأصاب عين إريانوس فهاج جدا وصار قوي كالطور وقعد يسب ويلعن. لكن الشهيد فيليمون قبل ما يتوفى، قبل ما يستشهد يعني، قال له علشان تشفى خد من دمي وادهن عينك. فاحتقر إريانوس كلامه وقعد يتريق عليه وما عملش اللي هو قال عليه، لكن الألم بتاعه فضل يزيد جدا. طبعا الشهيد فيليمون استشهد وإريانوس ما كانش طايق الألم اللي كان فيه، فبدأ يتواضع وجه بالليل من غير ما أي حد يحس وراح مكان ما دفنوا الشهيد فيليمون وأخذ من التراب المختلط بدم الشهيد ودهن بيه عينه، وفجأة لقى عينه بقت سليمة جدا. ودي وقتها بدأ يآمن بأن كل المعجزات اللي كان بيشوفها ما كانتش مجرد سحر زي ما كان بيعتقد، لكن هي كانت حقيقة معجزة. فآمن الوالي إريانوس وتحول من ذئب شرس ضار مؤذي متجبر إلى حمل وديع بقوة ربنا وإلهنا يسوع المسيح. فرجع لدار الولاية وأطلق سراح كل المقبوض عليهم بتهمة إيمانهم بالمسيح. فالملك لما عرف بأمره قبض عليه، فخاف إريانوس قوي علشان ما يضعفش قدام العذابات ويتراجع عن إيمانه. فخد بعضه وراح عند قبر الشهيد فيليمون وفضل يطلب منه شفاعة لكي يطلب من السيد المسيح أن يعين إريانوس كما سبق وأعان الشهيد فيليمون لكي يكمل جهاده. فسمع صوت الشهيد بيقول له لا تخف، اذهب وستنال إكليل الشهادة وستصبح معنا في الفردوس. ففرح إريانوس جدا وأعلن إيمانه بكل شجاعة أمام الملك، واحتمل بقوة المسيح ما لا يحتمله البشر من العذابات الوحشية، وحدثت معجزات كثيرة، وأخيرا نال إكليل الشهادة وأصبح لقبه الجديد هو الشهيد إريانوس. وبكده نكون خلصنا قصة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم ادعمونا بلايك وقولوا لنا رأيكم في التعليقات. متنسوش تعملوا لنا اشتراك في القناة. اشوفكم في فيديو جديد من قناة أم النور. اذكرونا في صلاتكم. سلام.